لكم هنا راح نبدي احنا اليوم نسوي القوزي لكم. طبعا اول شيء راح نخلي الجدر هنا ونعلق الطباخ او الفرن على درجة 250. اول الاشياء راح افتح، شوفوا شلون شكله حلو صاير، شوفوا شكل اللحم هو من كيفه محمر وما تتصورون الريحة شقد طيبة. راح نبدي ناخذ الفخذ اول شيء ونشوحه طبعا بهذا الشكل تقريبا نص دقيقة او دقيقة ونص من الجهتين. راح تشوفون شو راح يبدي يتشوح يصير احمر. رجعت لكم بعد ما نشوح من هذه الجهة، شوفوا راح نقلبه على الجهة الثانية طبعا كل واحد دقيقة. شوفوا شلون شكله حلو. راح نبدي نشوحه دقيقة اخرى الجهة الثانية. هذا شكله بعد ما قليناه تقريبا من 3 إلى 4 دقائق من الجهتين. هاي الجهة الأخرى شوفوا طبعا اللحم منها السماع، ما تتصورون الريحة شقد طيبة. هاي شوفوا شكله من هذه الجهة صار على لون البراون أو لون الجوزي. هاي الجهة الأخرى. هذا طبعا أول عظم، يعني أول فخذ عفوا، راح هسه آخذه مثل ما هو وأخليه بالفرن تقريبا ساعتين، وراح اراوي لكم شكله النهائي على ما اسوي الحبابيش مال قوزي وتشوفون شكله ان شاء الله يعجبكم. هاي اللحم بعد ما شوحناه راح نبدي نخلي شويه عليه زيت الزيتون بهذا الشكل. طبعا 4 معالق اكل ينطي طعم كلش طيب. وراح هذه الخلطه اللي احنا سويناها البارحه شوفوها راح نبدي نخليها جوا تذوق طعم طيب طبعا. وراح نخلي تقريبا نص كوب من المي الدافي بهذا الشكل مو اكثر. وراح احنا هسه نطبخ الجدر بهذا الشكل. شوفوا هذه راح تدخل للفرن تقريبا ساعتين، من ساعة ونص الى ساعتين طبعا اللحظة، وراح تشوفون انتو شكل النهائي. انتظروني. رجعت وياكم هسه راح ابدي اني اسوي رز القوزي. طبعا راح اسوي لون اصفر. هنا عندنا احنا موجود يمنا موجود الزعفران وملح. تقريبا الزعفران انا يمي مطحون عندي بهذا الشكل، وعندنا هنا الملح ملعقة مال اكل، وعندنا 3 قطع من ماجي الخضروات، وعندنا هيل ملعقة كبيرة. بعدين هنا أنا على جنب خليت الرز بس غسلته ما نقعته، وراح أبدي أني أقلي الرز مثل ما عودتكم على طول شلون أنا أسوي الرز. بعد ما خلينا الرز راح هنا شوية نقليه ونخلي كمية من الملح، لا تخلونه هواية لأن أوريدي احنا راح نخلي الماجي ونخلي الهيل الموجود عندنا، وعندنا الزعفران المطحون. إذا حبيتوا تسووا بالكركم أو أنتوا أي ألوان موجودة يمكم طبعا حسب الرغبة هي كل المواد. راح أبدي أقلي شوية، وهنا احنا دا نفور المي. راح أسوي الرز وتشوفون شكله إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. بعد ما شوح هذا الرز بهذا الشكل شوفوا شكله شقد حلو. هاي طبعا كلها دا اقلي اني لحد الان، دا اقلي التمن تقريبا صار 5 إلى 6 دقائق. الحباية مالته صارت بهذا الشكل. بعد ما قليته من 5 إلى 6 دقائق طبعا على نار كلش متوسطة، راح ابدي هسه اني اخلي الماء بهذا الشكل. طبعا الماء مثل ما تعرفون بس شوية يطوف تتوقفون، لان هذا الرز البسماتي، هذا الرز بسمتي احنا ما نقعناه مثل ما قلت لكم بس قليته. هذا شكله راح يفور شوية واني ابدي اقبغه وتشوفون شكله النهائي بعد مرور تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة. تشوفون شكل النهائي للرز. فاصل وراجع.
طبعا طلعت القوزي، شوفوا هذا شكله شلون حلو صاير، طبعا مستوي بعد ما مرور ساعة ونص. وشوفوا هذا المي مالته. هسه احنا راح نبدي اسوي تمن ثاني بهذا المي، ولما تعرفون شلون طعم وشلون ريحة طيبة. هسه راح اسوي تمن اخر، وهذا اخليه بالفرن مرة ثانية، وتشوفون الشكل النهائي شوف شلون مستوي ومحمر. خبل طبعا طلع القوزي وطعمه وشكله غير شكل. هذا المي اخذنا، راح اطبق تمن ثاني ما عدا التمن اللي عندنا الاصفر. هذا راح اطبقه واخليه على نار هادئة مرة اخرى نص ساعة يصير ساعتين، وتشوفون شكله ان شاء الله يعجبكم. رجعت لكم هنا راح اسوي الرز الثاني. طبعا هم نقلي نفس الحالة الرز هذا الشكل. طبعا نوعين راح نسوي، وراح نخلي شوية هيل مرة أخرى، طبعا ملعقة أكل واحدة، وشوية ملح، وقطعتين من الماجي. راح نخليه يتقلب تقريبا. وهنا احنا صفينا المي مال اللحم، صفينا الدهن طلعنا على صفحة، وهذا المي راح استعمله اطبخ بيه التمن. راح اخليه يتشوح تقريبا 6 دقائق وراجع لكم ان شاء الله. رجعت لكم بعد ما قليت الرز بهذا الشكل، بس خلينا على مثل ما قلت لكم هيل، وخليت الماجي، خضروات، وشوية ملح. وهنا هذا المي اللي عندنا راح نخليه على الرز، ونكمل شوية مي حار. طبعا ما تتصورون الريحة ايش قد طيبة، ان شاء الله تكون يعجبكم. طبقوها وسووا نفس الشيء انتم هم راح تشوفون. طبعا اي نوع من انواع البهارات ما خليت، لان اوريدي المواد كلها كان بيها من خلينا وتبلنا اللحم. طبعا هذا بمي اللحم راح يطلع كلش طيب ان شاء الله يكون يعجبكم. راح اخليه شوية يفور تقريبا ويستوي من 20 الى 25 دقيقة، وتشوفون شكله النهائي. رجعت لكم هنا بعد مرور تقريبا 5 الى 10 دقائق. هذا شكل الرز، شوفوا شلون طلع. هذا رز القوزي، شوفوا شكله شلون حلو. وهسه راح ابقيه تقريبا 10 دقائق اخرى على نار هادئة، وتشوفون شكله النهائي. رجعت وياكم راح ابدي اسوي لكم سلطة ويا القوزي. هنا عندنا سلطة الحمص الاصفر، وعندنا هنا الفاصوليا الحمراء، وعندنا الشوندر، وعندنا الذرة والبلسامكم. طبعا هذا شكله شوي ثخين، وخل احمر، وزيت الزيتون. وهنا عندنا خس قبل بوقت اني كله سويته. راح ابدي اخلي الحمص بهذا الشكل، ونخلي الفاصوليا الحمراء. طبعا اذا عندكم فاصوليا خضراء تقدرون، وهذا الشوندر الاحمر، وعندنا هنا الذرة الصفراء. طبعا هذه سلطة كلش طيبة، جربوها. وراح نبدي نخلي عليها البلسامكم بهذا الشكل. البلسامكم كلش طيب يطلع بالاكل، طعمه كلش طيب. والخل الاحمر بهذا الشكل. طبعا البلسامكم بيه هو ملح، وتقدرون انتم همين تزيدون ملح وشوية من زيت الزيتون، تقريبا ربع كوب بهذا الشكل. راح نبدي هسه نخلط الزلطة، وتشوفون شكلها النهائي ان شاء الله تكون تعجبكم. هذا شكلها، شوفوا هاي شكل حلوة. هذه سلطة عيد، زلطة مشكلة وشكلها كلش حلوة. راح هسه اخلطها وتشوفون شكلها. هذا شكل الزلطة النهائي، شوفوها شلون شكلها حلو. طبقوها بهيش مناسبات تطلع حلوة الزلطة عندكم. وبعد ما كملت السلطة راح اراوي لكم اني هنا الرز الثاني. اوه لو تشوفون ريحته، شوفوا شو الرز حلو. هذا الرز اللي طبقناه بمي اللحم
والتتبيلة اللي كانت موجودة. شوفوا شلون شكله حلو. هذا شكل الرز. طبعا كله على نار هادئ. راح هسه ابدي اني اصب الوصفة وتشوفوها. طبعا هنا أنا هم قليت كل الخضروات مثل ما تشوفون كل الأنواع، وهنا خليتهم بالقالب. راح أسوي لكم رز غير شكل وتشوفون شكله النهائي. خليت في الطبقة من الرز الأصفر بهذا الشكل. من خليت كل الخضروات هذه الكل أنا قبل بوقت مقليها بهذا الشكل. راح أخلي نوع الثاني من الرز وتشوفوا شلون يكون شكله. هاي الطبقة الثانية، وطبعا تدوسوا بهذا الشكل وتخلوا. بعدين راح أقلبه، أبقيه تقريبا دقيقة على النار وتشوفون شكله النهائي إن شاء الله. وراجع لكم بعد ما أكمل الوصفة. طبعا تسوون الصينية مالتكم بهذا الشكل كلها سيليفون. وهنا أنا هاي الخضار راح أبدي هسه أصبه وتشوفوا شكل النهائي. رجعت لكم هنا راح أبدي هسه أني أصب رز القوزي. طبعا هذا اللي سويناه بمي اللحم. شوفوا راح نخليه بهذا الشكل. طبعا أنا راح أخليه وانتم براحتكم شلون تحبون تسووه بهذا الشكل. وراح نبدي نخلي من هذه المواد اللي كلها قليناها طبعا بهذا الشكل. وطبعا قلينا احنا وياهم بيض العيد. هاي كلهم راح اخليهم بهذا الشكل. انتم شلون تحبون تشكلون بقدر براحتكم. راح ابدي هسه انا كلهم اكملهم وتشوفون الشكل النهائي. راح ابدي هسه اخلي انا الرز الاصفر. هاي سويته بهذا الشكل. من هنا الرز الاصفر، ومن هنا المواد اللي انا قليتها. وهذا هنا الرز اللي طبخناه احنا بمي اللحم. شوفوا شكله ايش قد حلو. وهذا هنا اللحم. هسه راح نشيل اللحم ونخليه فوق الرز واسلفنه وتشوفون شكله النهائي. وهذا شكل النهائي للقوزي. شوفوا اللحم شلون مستوي. وهنا الرز نوعين. وهذا الصينية الأولى والصينية الثانية نفسها. وراح تشوفوها هذا شكلها النهائي. وصحة وعافية للجميع. شوفوا اللحم شلون مستوي. راح هسه ابدي اقص لكم اياه على مود تشوفون. شوفوا شلون مايع. هذا شوفوا اللحم شلون مايع. وهاي اللخ اللحم مايع. وان شاء الله يكون يعجبكم. وصحة وعافية للجميع. وكل عام وانتم بألف خير. وإذا حبيتوا زوروني على الموقع اليوتيوب الشيف عامر، وعلى الفيسبوك وراح تشوفون الوصفة هناك. وصحة وعافية للجميع. ودمتم برعاية الله وحفظه. ودمتم برعاية الله وحفظه. وصحة وعافية للجميع. وهاي السلطة وياها. شوفوا شكلهم النهائي. وصحة وعافية للجميع. ودمتم برعاية الله وحفظه أحبائي وأصدقائي. وربي يديمها النعمة علينا وعلى الجميع. انتظروني بوصفات جديدة بعد خلصنا الصوم والعيد إن شاء الله.